يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا اولا رمضان كريم. وانا مش عارف اخبار رمضان ايه معاكم. الصيام كويس ولا لا في الشتاء؟ بس هو الدنيا جميلة يعني الحمد لله. فانا بس كنت حابب ارد على سؤال كده كان من مو 44 6 8 بيقول: هندسة، منين اتعلم باور شيل عشان اشتغل على انترا اي دي او اجر اكتف دايركتوري؟ طيب، السؤال ده يعني ايه تريكي شوية، بس انا هقولك من وجهة نظري ازاي. انا عامة بتعلم اكتر من لغة سكريبتنج. بس باور شيل يعني صعب قوي تلاقي حد في الكوميونيتي العربي يكون عامل فيديوهات عنه، للأسف هو مش موجود. بس ممكن تلاقي حاجات كتير على اليوتيوب مثلا لناس يعني بتتكلم او بتشرح ويندوز باور شيل او باور شيل عامة. الحاجة التانية ممكن برضو تروح للينكد ان ليرنينج بلورال سايت، الحاجات دي كلها هتلاقي طبعا فيها يعني ايه ماستر باور شيل. بس قبل ما نروح للحتة بتاعت ازاي نتعلم، لان احنا في النهاية انترا اي دي او اجر اكتف دايركتوري هي سيرفيس موجودة على الكلاود خلاص. فانا دايما لما باجي اشرح او ستايل شرحي في القصة دي انه بهتم قوي بالجرافيكال يوزر انترفيس عشان تفهم الكلاود سيرفيسز شغالة ازاي. بعد كده تقدر بقى تستخدم اي لغة سكريبتنج تشتغل بيها، طالما فهمت السيرفيس ان انت تطبقها في حاجة زي باور شيل في السي ال اي، او في مثلا اجر بايسب او تيرافورم او اسمه ده اجر ريسورس مانجر تمبلتس. بس خلينا نتكلم عن الباور شيل. انا عشان تظبط رحلتك في الباور شيل، هو نازل منه 2 فيرجن. وهو طالع من رحم الدوت نت عامة، فهو اوبجكت اورينتد بروجرامينج او سكريبتنج لانجويج طالع من دوت نت. ويعتبر من الحاجات القوية جدا، سنتكس تتعلمها لو اتعلمت الباور شيل تقدر يعني تكتب سكريبتنج لحاجات كتير قوي، لويندوز اوبريتنج سيستم، للينكس. تقدر تكتب لسيكوال سيرفر، لاكتيف دايركتوري اون بريميسز، لاكستشينج، لحاجات كتير جدا. فالسنتكس بتاعته قوية جدا. فانا لو هنصحك لما تيجي تمشي في قصه الباور شيل دي، الاول ان انت ممكن تروح لاي كورس مثلا تفهم منه ويندوز اوبريتنج سيستم، الويندوز نفسه شغال ازاي، وازاي ان انت الحاجات اللي انت بتعملها بالجرافيكال يوزر انترفيس او الجي او اي تعملها بالباور شيل خلاص. تتعلم ازاي تكتب فانكشن، ازاي تعمل تديفاين الفاريبلز، ازاي مثلا تستوب سيرفيس، ستارت سيرفيس، ازاي تجيت السيرفيسز راننج، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. ايه الفيربس بتاعت الباور شيل، كل الحاجات دي. وطبعا دلوقتي الموضوع ما بقاش صعب، لانه انت اولا هتلاقي مثلا مايكروسوفت ليرن فيها ماسترنج باور شيل. لو رحت مثلا على الدوكيومنتيشن في ليرن اكتب باور شيل، هتلاقي هيطلع لك حاجات كتير جدا عن باور شيل. الحاجة التانية، وانس ان انت اتعلمت ازاي تكتب باور شيل لويندوز خلاص، في كمان اللي هو طبعا ويندوز باور شيل ده الليجاسي اللي هو بيشتغل على مايكروسوفت ويندوز بس. وفي باور شيل كور اللي هو مايكروسوفت نزلته اوبن سورس، وده بيشتغل على كروس اوبريتنج سيستم، ويندوز، لينكس، ماك او اس. ليه مايكروسوفت اتجهت للاتجاه دوت؟ عشان اولا في برودكتس زي سيكوال سيرفر والكلام ده كله مثلا راحت بقت تنزل على لينكس. الحاجة التانية ان اللينكس ادمنز والماك ادمنز بيستخدموا اجر كلاود. فالسنتكس دي بتقدر ان انت، او لما تتعلم باور شيل تقدر تكتب سكريبتنج ل AWS، تكتب كان جي سي بي، بس الجي سي بي عملت لها ريتايرمنت. بس تكتب طبعا ل AWS واسمه ده مايكروسوفت اجر. فلغة مفيدة زي تيرافورم كده، تقدر اسمه ده يعني تتعلمها، تكتب سكريبتنج لاكتر من كلاود بروفايدر. وكمان بتقدر تمانج بيها السيرفر اوبريتنج سيستم سواء ويندوز او لينكس. فدي حاجه قويه جدا. طيب الكلاود موديولز بقى، في حاجه اسمها الاي زي موديول دي عشان تمانج الكلاود انفراستراكشر بتاعتك او اجر، اي حاجه جوه اجر فبتنزل لها حاجه اسمها اي زي موديول. الموديول ده بينزل لك كوماندز جوه الباور شيل، بيخليك ان انت تقدر تكونكت على الكلاود انفراستراكشر بتاعتك، تقدر تكريت في امز، ديليت في امز، تمانج الريسورسز عامه، النتوركينج، الستورج، الارتفيشال انتليجنس موديل، وهكذا. فانت الاول تفهم زي ما قلت كده السنتكس ازاي بتكتبها على اي ويندوز ماشين، عشان تعرف بس السنتكس بتاعت الباور شيل بالفيربس بتاعتها بالحاجات دي كلها. بعدين تتعلم كلاود،
عشان خاطر تفهم السيرفيسز دي شغاله ازاي، لان كل سيرفيس بيبقى ليها ستراكشر معين، زي مثلا هتحطها في اني اجر سبسكريبشن، في اني ريسورس جروب، في اني مثلا لو ده دي في ام، ايه نوع الفي ام، هل هي ويندوز ولا لينكس، والحاجات دي كلها تترجمها لسكريبت، ازاي ان انت تكتب السكريبت ده كله مره واحده. وممكن تلعب بقى تجيب سكريبتات جاهزه من جيت هاب ولا من اي حته، او حتى كمان تستخدم جيت هاب كوبايلوت. هو دلوقتي يبقى السي ال اي بتاعك، انت يبقى عندك جيت هاب كوبايلوت انستولد جواه الباور شيل موديول، انستولد جواه الايزي موديول والانترا اي دي موديول. وبعد كده تبتدي ان انت اسمه ده تجيب حاجات جاهزه، او مثلا انا كنت ببتدي بحاجات زي ايه، ازاي كريت ريسورس جروب الاول، ازاي طبعا ريسورس جروب مثلا هيبقى فيه النيم اللوكيشن، حاجات بسيطه مش محتاج فيه اس كيو ولا اي حاجه. طب ازاي كريت 5 ريسورس جروب مع بعض؟ طب ازاي مثلا اخلي الباور شيل يبقى سكريبت انتر اكتف، يقول له مثلا لو سمحت اديني السبسكريبشن اي دي، اديني اسم الريسورس جروب اللي انت عايز تكريته، وهو يروح يكريت الكلام دوت. ازاي اعمل دوت؟ وتبتدي ان انت يعني ايه مثلا تعمل وايت بورد، تشوف انت عاوز تعمل ايه بالظبط، وبعدين تقدر تتشات مع جيت هاب كوبايلوت، تقول له والله انا عاوز اعمل 1 2 3 4، وبعد كده يبتدي يعمله لك. تاخد السنتكس دي وتبتدي تقول له والله اشرح لي الكلام دوت، ليه اتعمل بالطريقه دي، ليه اتعمل بالطريقه دي، زي ما قلت كده، ازاي تكريت فانكشن، ازاي تكريت او ميثود يعني بيقولوها في سي شارب، ازاي تديفاين الفاريبلز، كل الحاجات دي، ازاي تعمل انتراكتيف سكريبتنج يعني. آم، يعني افضل طريقة انا ما بشوفش ان هي كورسات، باكتر من ان انت تجرب بنفسك. تجرب بنفسك ان انت زي ما قلت كده يعني تفتح باور شيل وتبتدي تكتب الكوماندز دي وتعمل عليها سيرش، وهتلاقي الموضوع انت في الاول مش فاهمه صعب، وبعد كده تبتدي تحاول وكل شوية هتلاقي نفسك النهاردة لو كنت بشوف السكريبت بتاع الباور شيل وبخاف منه، بكره لا انا بشوفه عادي وبعرف اتعامل معاه وبفهمه، ممكن ايديت السكريبت المكتوبه جاهزه، بعد كده اشوف ازاي ابني انا السكريبت ده بنفسي، وهكذا. وطبعا بحاجات زي ما قلت كده باي ال ال ام او جيت هاب كوبايلوت او الكلام ده كله، بيقدر يساعدك ان انت بيبقى فيه اوبن سيشن او اكتف سيشن، بيبص جوه الفايلات بتاعه الباور شيل، وبيقدر ان هو يموديفاي الباور شيل سكريبت زي ما انت عاوز، وبعد كده تشوف والله لما هيبوش السكريبت ده هيعمل ايه على الكلاود. فالموضوع مش صعب، انت بتخترعش حاجه جديده، انت مجرد اوامر انت بتبعتها للكلاود وهو بينفذها، مش اكتر ولا اقل. بس فزي ما قلت كده، انت ممكن تتفرج على كورسات على حاجه زي حاجه مثلا تبقى قديمه شويه لويندوز باور شيل، وبعد كده تتعلم كلاود، عايز تتعلم طبعا من على القناه بتاعتي يعني تتعلم، وبعد كده ان انت تبتدي تجرب الكلام اللي انت شفته بالجرافيكال يوزر انترفيس ده، ازاي تطبقه بالباور شيل كوماندز. هتلاقي امثله كتير جدا على الدوكيومنتيشن. فانا ما بشوفش ان هو يعني هو محتاج كورس بقد ما محتاج ان هو ممارسه او خبره، يعني انت تفضل تمارسه كتير زي الجيم كده، عشان خاطر ما تنساهوش يعني. طبيعي لو ما مارستش اي حاجه تانية مش هتتعلمها. واقول لك يعني تجربه عن تجربه، انا حاليا مثلا لما نقلت في تيم الانجينيرنج، انا مش مطلوب مني ان اكتب كود، ولكن باكتر من انا بشتغل عندي كاستمر بشتغل معاه على طول، وبحاول احل له مشاكله والحاجات دي كلها، ونعمل له اركتكتشر ريفاينمنت وايه ونشتغل على القصه دي. ولكن في انترنال تول هم جوه بيستخدموها، مثلا عايزين يعملوا انتجريشن مع الاي اي او مع الارتفيشال انتليجنس، وفيها حته بتاعت السيمانتك كيرنل اللي هو الفريم ورك بتاع مايكروسوفت، اللي هو السيمانتك كيرنل والاوتوجين او مايكروسوفت ايجنت فريم ورك. يعني الحته دي فيها كود كتير، او محتاج ان انت تبقى عارف سي شارب كويس. فانا البروجرامينج دايما من النوع اللي هو ايه، محتاج يعني صبر كبير، ومحتاج ان انت تقعد تجرب بايدك كتير، وتحتاج تعمل حاجات كتير مهما اتفرجت على كورسات ومهما عملت. انا بحس ان دايما يعني لما ما كانش عندي يوز كيس للبروجرامينج ما كنتش عارف اتعلمه. لكن دلوقتي مثلا انا عشان مش مطلوب مني اي تايم لاين ان انا اخلص التول دي، فبالتالي بقيت بذاكر سي شارب في مذاكرة البطيئة من كتاب بفهم المفاهيم العادية، في كورس بذاكر منه مثلا موجود على لينكد ان ليرنينج، بياخد السي شارب فاندامنتالز كلها والحاجات دي كلها. وبعد كده لقيت النهارده ان انا لا ده انا كنت الاول بدل ما بشرح السنتكس بتاعت السيمانتك كيرنل والاوتوجين في ديمو بس، لا انا بعمله بكتبه عملي. ليه؟ لان انا بقى عندي يوز كيس انا فاهمها، وعارف انا عاوز اعمل ايه وعاوز ابني ايه من الايجنتس دي، وعايز اتحكم في ايه والكلام ده كله. فببتدي ان انا اشوف ايه اللي اتعمل اصلا موجود في التول ديت، وبعدين بقرا الكود وبعمل زي observations كده، ببتدي اتعلم اشوف هما الكلام ده مكتوب ليه ومكتوب ازاي،
وانا وجيت هاب كوبايلوت بفضل اساله والله هو ده ليه اتعمل، وارجع على اصل الحاجه دي، اللي هو مثلا الميثود اللي هو استخدمه ده، ولا ولا الحته دي هنا مثلا اتكلم ليه على او ليه هنا بيستخدم اوبن اي اي، ليه عمل الطريقه او استخدم الاي بي اي كول بتاع اوبن اي اي بالطريقه ديت. فبتبتدي بقى تفهم ال اسمه ده الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده بتبتدي تطبق. فانت ما تطبق هتغلط، ولما تغلط هتبتدي تقعد تذاكر، ولما تذاكر هتتعلم. فدي الطريقه الوحيده اللي بشوفها ان انت تخش تعوم في الحاجه وتعمل غلط كتير، وبعد من الغلط ده بتتعلم منه. وانا طريقتي او ستايلي في المذاكره دايما في المذاكره السريعه دي، عشان خاطر اعرف ان انا اخش بس الحق نفسي في المشروع دوت. انا قدامي لو كان لما اتعرض عليا ده كنت ممكن اقول لا، وساعتها حد غيري تاني هيعملها وهو اللي هيتعلم. وفي نفس الوقت هو تيم كبير، فهو كله بيتعلم وبيحاول، فمفيش كي بي اي على الموضوع، فكانت بالنسبه لي فرصه. وفي نفس الوقت انا كان نفسي من زمان اتعلم بروجرامنج، فبالتالي بقيت اخد بقى معايا كتاب انا كنت نزلت قبل كده صورته اللي بقرا منه، مش فاكر اسمه ايه والله، بس هو الكتاب ده انا كنت حاطه في بوست يعني. هو اسلوبه كويس جدا، وبيتكلم عن سي شارب وجه منين وايه مميزاته. وكانت بالنسبه لي سي شارب لغه كويسه، وخبطت معايا قوي في الكاستمر ديموز مثلا، لانه هي سنتكس واحده انت بتتعلمها. ميزتها ان هو طبعا فري، ميزتها ان هو كروس بلاتفورم، تقدر تديفلوب على اي اوبريتنج سيستم، بتقدر تديفلوب لاي حاجه. انت السنتكس دي لما بتتعلمها بتقدر تعمل جيمنج، تقدر تديفلوب للكلاود، تقدر تديفلوب للارتفيشال انتليجنس، تقدر تديفلوب للفرونت اند مثلا. لما كنت بعمل كلاود وذ مو ويب سايت وكونكته اسمه ده بالاي اي فاوندري مودلز. ف في ناس طبعا تحبذ دايما ان انت لما تيجي تتعامل مع الارتفيشال انتليجنس تستخدم البايثون. بس كان بالنسبه لي ان انا اتعلم لغتين برمجه بجانب شغلي، يعني انا اتعلم بايثون واتعلم مثلا سي شارب عشان اكتب الفرونت اند. فلقيت حاسس ان هو من الغباء ان انا اعمل كده، فقلت لما خلاص ما هو وان فور اول سينتكس. فسي شارب كان بالنسبه لي حلو جدا، ان هو قوى الباور شيل سكيلز بتاعتي، قوى كمان البايسب تمبلت او التمبلتنج بتاع الانفراستراكشر از كود بتاع الاجر بالنسبه لي، وقوي بالنسبه لي بروجرامنج لانجويج عامه. فايه اللي يخليني اضيع في الوقت في اكتر من حاجه وانا مش هستخدم كل دوت، او مش هستخدم كامل امكانيات البايثون، مش هستخدم كامل امكانيات السي شارب او. فدايما انت لما تيجي تعمل اي بروجكت، شوف انت احتياجاتك ليها ايه وانت بتتعلمه ليه، وبعدين بتفضل بالتراي اند ايرور اكتر حاجه بتعلمك. فاهم؟ وطبعا بتمشي برضو على الرود ماب بتاعت الناس اللي هي بقى الكريتيكال ثينكينج والداتا ستراكشر، ولكن ممكن تاخدها دي حاجه على اللونج ران. فانا بالنسبه لي اكتر حاجه بعملها ان هو هات لي كورس افهم السنتكس دي ماشيه ازاي، وتبقى اوبزرفيشنز، تتفرج على الناس اللي كاتبه برضو مثلا يعني السنتكس او السكريبت مكتوب ازاي، وتتعلم منه، وتحاول تقلد واحد زيه، وتحاول تعمل حاجة بنفس الفكرة. تحاول تقرأ كتير عن الموضوع، تحاول تجرب كل الحاجات دي كلها. ولكن مفيش حد ما بيجي يتعلم حاجة في الأول انت لازم يكون عندك صبر شوية. فالموضوع ممكن ياخد منك سنتين تلاتة عادي، ياخد وقت ما ياخد. ولكن انت لو بتخصص ساعة كل يوم فوق مذاكرتك العادية مثلا للسكريبتنج، سهل قوي تتعلمه. لان انت ساعتها كل شويه، النهارده انا امبارح ما كنتش بعرف اقرا، النهارده بعرف اقرا السكريبت. ما كنتش بفهمه، النهارده بعرف افهمه، بقيت بقدر اعمل فيه موديفيكيشن، ممكن اجيب سكريبت جاهز واعدله انا على اليوز كيس بتاعي، الكلام ده كله. فده في حد ذاته تطور. فالموضوع بياخد وقت كبير، ولازم يكون عندك صبر، ولازم تستخدم السكريبت ده في اكتر من يوز كيس. زي ما كده اديتك المثال بتاع السي شارب. فانا حتى يعني ناوي اعمله كورس بالانجليزي ان شاء الله سي شارب يعني، بس لما اكون اتعلمته كويس جدا، او على الاقل استخدمته في اليوز كيس مع الاي اي فاوندري، وازاي تستخدمه تستخدم الايجنت فريم ورك بتاع مايكروسوفت. بس ده اللي اقدر اقوله لك يعني، ان هو دوكيومنتيشن تشوف حاجات جاهزه من على جيت هاب، تستخدمه، اسمه ده تجرب بايدك، تجربه مع الويندوز الاول. بعد كده اسمه ده تفهم الكلاود. بعد كده لما تكون فاهم كلاود او تفهم انترا اي دي از سيرفيس، يعني زي تكريت يوزرز جروب، الحاجات دي كلها، وتشوف ازاي تعملها بالباور شيل. بعد كده مثلا ازاي تعمل كونديشنال اكسس مش عارف ايه. فانت لازم تفهم تفاصيل السيرفيس نفسها عشان تعرف تحولها كود يعني. واخيرا كان في حد بيسالني على قصه اسمه ده داونلود المحتوى بتاع، يعني كان في حد تاني برضه بيسال على حته
ان انا انزل المحتوى بتاعك على الجهاز عندي. انا يا جماعه كتبت قبل كده في بوست انه انا مش يعني مش موافق على حاجه زي كده، عشان خاطر يعني انا كده كده رميت خلاص طوبة الكوميونتي العربي ده من بدري قوي، يعني خلاص ما بقتش اعمل اي فيديوهات بالعربي غير الفيديوهات اللي هو انا ارد على اسئله واجاوب، عشان بس الواحد ايه، يعني ياخد حسنات، لان الناس اصلا مش مهتميه ان هي تتعلم، او العدد قليل قوي. والحاجه التانية طبعا انت بتشوف الانتقادات والرخامه والغتاتة اللي بتشوفها من الناس، وان برضو الناس اللي هي يعني صناع المحتوى التانيين بيبقى فيه انتقادات، وكل واحد عاوز يعمل فيها فلحوس وينتقد ده، وده ينتقد ده، وده بينتقد في دينك وينتقد في شكلك ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. ف يعني اثرت على الواحد نفسيا جدا. فوقيها اكتشفت ان الناس كمان بتداونلود المحتوى. انت لما بتعمل كده، انا حتى مش بتكلم عن نفسي لان انا خلاص يعني ما بقتش فارق، مش فارق معايا خلاص. بس انا عايز اقولك ان في ناس حتى لما بتبتدي في صناعة المحتوى هو عنده حاجة يقدمها فعلا، بتتضايق جدا من حته ان هو عدم الانتشار. وعدم الانتشار ده هنا بيواجه ان الناس اصلا ما بتتفاعلش مع المحتوى، او حتى لو بيتفرج وبيستفاد بيه ما بيقولوش مثلا، ما بيكتبلوش حاجه، لان الالجوريثم بيفهم ازاي. بيفهم عن طريق ان يعني ازاي بيخلي اليوتيوب مثلا او فيسبوك او الكلام ده كله بيبروموت الكونتنت عن طريق الواتش تايم بتاعك لما بتتفرج باطول وقت ممكن. فالالجوريثم يقول ده واضح ان الناس معجبه بالكونتنت او بالمحتوى، فانا هظهره اكتر. وبعدين انت ما سيادتك بتعمل داونلود، انت بتأذي له الالجوريثم ده، بتوديه له في 60 ده. حتى لو عملت لايك وشير والكلام ده كله، يعني لو انا قلت لك والله انا مسامح في ده وخليته لك كده، هتلاقي ان انت هتروح على كل فيديوهات الناس التانية وهتروح تعمل داونلود، فهتأذي ناس تانية كمان. فانا بشوفه من وجهة نظري انا ان هو سرقة وضياع للمجهود، لان اللي بيعمل المحتوى ده انا مثلا بعمله وبقعد اسهر، يعني مش بسهر، يعني بصحى من الصبح بدري قبل شغلي في بجانب الفول تايم جوب اللي في مايكروسوفت، بجانب الايديتنج الوقت اللي بضيعه في الايديتنج، بجانب اللي انا بفضل اقعد اطور من نفسي وكل الحاجات دي كلها. فلما ما لقيتش نتيجة واضحة او ظاهرة، خرجت بره قصة المحتوى العربي دي، وقلت والله انا هكبر بالانجليزي، بعد كده اشوف بقى لو كبرت بالانجليزي ان انا ممكن اعمل المحتوى العربي ده على جنب كتشاريتي كده، بس عشان خاطر يتعمل باللي انا بالشكل اللي انا عاوزه، او بالحلم اللي انا عاوزه. انا عاوز يعني اعين حد اسمه ده يعمل لي اديتنج الكلام ده كله. وقصه ان انت بقى تعمل داونلود للمحتوى والحاجات دي كلها ما بياكلش عيش. يعني هتلاقي ان في ناس بتتفرج على مطوشه كوره، بتتفرج على ريلز، بتتفرج على حاجات قد كده، وبتيجي على المحتوى بتاع ارمط ولا بتاع محتوى بتاع حد تاني يعملوا داونلود، وعايز يوفر الباقه عشان القصه دي. في ناس مستفزه تقول لك مثلا انا مش عايز اتفرج على اعلانات، يعني هو ممكن يروح مثلا يسبسكرايب في يوتيوب برايم ممبرشيب ولا الكلام ده كله، هو مش عاوز يعمل دوت. ف وهو مش يعني، انت لو عملت يوتيوب بريميوم خلاص مش هتشوف الاعلانات. ففي حاجات، في طرق كتير جدا انت ما تشوفش الاعلانات، ولكن الناس دايما في النهايه بتعمل ايه؟ ابسط حاجه بتدمر صانع المحتوى، اللي هو اصلا انت يعني انت بتقدم حاجه، المحتوى التقني ده نيش صعب جدا، في مجهود كبير، بتعمل فيه تحضيرات كتير، بتقعد تطور في معدات، بتدفع في فلوس كتير، بتدفع في فلوس اديتنج، بتدفع في فلوس تطوير، في حاجات كتير جدا خلاص. فلازم يكون في مقابل. المقابل هنا مش يعني هو قصة ان حد اصلا، يعني انا بالنسبة لي بشوف الناس حتى كتير بتتكلم في الحتة دي، مثلا كانت اتكلمت معايا لو بلاش تعمل محتوى بالعربي، وانا اقتنعت بالموضوع دوت. بالرغم ان انا كنت متحمس ليه جدا في البدايه، ان انا عايز اقدم حاجه مختلفه، وليه من احنا ما يبقاش عندنا حاجه زي كده، وان الناس او الشعب العربي، ولكن المصريين بالذات يعني مؤذيين جدا. هتلاقي في حد مثلا يحاول يسالك اسئله عايز يضيع مستقبلك فيها، او حد مثلا ينتقدك بشكل معين عاوزك تتاذي، برغم انت ما اذيتش حد. او واحد مثلا فلحوس يجي يقولك والله ده شوف ده هو قال مش عارف ايه وعمل كذا، وتلاقي بياخدوا الاخطاء وبتاع. المهم ان احنا كلنا في النهايه على باب الله. يعني مهما كانت حجم شركتك وانت بتشتغل في بوزيشن عامل ازاي، في النهايه انت ترس صغير في حته قد كده، معلوماتك محدوده جدا جدا جدا. فمهما كان المعلومات اللي الواحد بيخرجها دي، لو انت شايفها ان هي كبيره، فهي صغيره جدا بالنسبه لناس تاني جوه نفس يعني جوه مايكروسوفت مثلا، ولا جوه شركه جوجل، ولا حتى في شركه اصغر منها. انت في النهايه يعني كي بي اي صغير قد كده خلاص. فاحنا كلنا ما نتنططش على بعض، كلنا يعني نساعد بعض بتاع. لكن للاسف كمصريين، كعادتنا احنا لما نسافر مثلا في الغربه بره، في الخليج في الخليج بالذات كمان، هتلاقي يقول لك مصر دايما ابعد عن المصريين، المصريين بيخزوقوا بعض، بيعملوا مش عارف ايه، الا من رحم ربي يعني. بس هتلاقي دايما في حته المحاربه دي، ان تحس ان ايه، الناس
بتخش عايزه تحارب الشخص دوت، عاوزه تتخانق معاه، تعمل مش عارف كذا، بالرغم ان هو الراجل ده بيعمل محتوى بعيدا عن اي حاجه، عن اي مشاكل، عايزك تتعلم، عاوزك تشتغل الكلام ده كله. ولكن الناس بتحس ان انت لما بتقدم محتوى تقني بيبقى كأنك بتبيع ايفون في في الغابات الاستوائية. الناس دي بتدور على اكل، بتدور على حاجة تانية، ما بتدورش على الايفون نفسه، برغم ان هو الايفون كفاليو ليه هيقدم لك حاجات كتير، مثلا يعني كمثال، او لابتوب مثلا. فنفس القصة، المحتوى التقني او التكنيكال بيتعامل معاملة اللي هو يعني كأنه بيتفرج على واحدة رقاصة او بيتفرج على فيلم بورن، اللي هو ملوش قيمة يعني. فانا مش هدفع فيه فلوس، مش هعمل فيه، مش حتى مش عايز استهلك حتى باقة النت بتاعتي فيه، عاوز اخد كل حاجة ببلاش، برغم ان ده هيجيب لك فلوس، وان انت مثلا ممكن تتعلم تشتغل والكلام ده كله. ولكن النهاية الناس بتدفع ما بتفكرش ان هي حتى عايزة تضيع وقتها وتحاول، عشان خايفة الاي اي تبدلها. بس ممكن يضيع ساعات في مطوشة كورة، ساعات في ماتش بلاي ستيشن، ساعات في مش على القهوة، مش عارف إيه الكلام ده كله. وكده كده الاي اي بيبدلك برضه، بس انت في النهاية مش عاوز برضه تعمل الايفورت او المجهود، انك لو نجحت خلاص ما فيش حق يعني، هتلاقي ان الاي اي يبدلك، دي انا شايفها خرافات يعني. ولكن في النهاية ما حدش عاوز ياخد الريسك، ما حدش عاوز يتعلم اصلا، ما حدش في باله ان هو يعمل حاجة زي كده. فانا بقول لك من فضلك يعني، انا بالنسبه لي بقول لا، حمايه للقنوات التانية وحمايه لنفسي. انا مش عايز انت بتضيع مجهودي كده اهوت. حتى لو انت عاوز تعمل ده، انا مش هقدر اقول لك حاجه يعني، انا مش ما عنديش تحكم معين ان انا اقفل الكلام ده عليك، بالرغم ان انا بقول لك انا يعني بقعد مع صناع محتوى كتير. اكتر حاجه الناس بتتضايق منها انه يلاقي حد عامل داونلود للمحتوى، او يجي ويب سايت تاني مثلا ياخد اللينك بتاع اليوتيوب ويقفل عليه الاعلانات، وهو يحط اعلانات عنده ويبروموت او يخلي الكورسات من عن طريقه هو، مش من عن طريقك انت. فكل الحاجات دي الناس بتتجه بقى، مثلا صانع المحتوى مثلا يبقى عنده علم معين عايز يقدمه، يبتدي بقى يا اما يبيع كورس، يبتدي يعمل كورسات اوفلاين مثلا، يلم ناس على تيمز وهيعمل ملايين مثلا. يعني مثلا لو عمل كورس ب 2000 3000 جنيه وجمع له 200 واحد، هياخد منهم فلوس كتير جدا لو عمل خد كذا دفعه يعني. ولكن انا مش عايز اعمل كده، انا مش عايز ابيع كورس، ومش عايز ابيع محتوى، ومش عايز حتى يعني. انا كل اللي بعمله انا بتسلى بحاجه زي كده، بعمل عندي وقت زياده، الوقت دوت بستفاد منه ان انا عندي ريسورسز جوه مايكروسوفت ببلاش، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، فبعمل بيها ديمو، الناس تتعلم منها وهكذا. فالموضوع صعب، الموضوع مش سهل، وفي نفس الوقت بيبقى بحاجه بتحزن اي حد ان انت تضيع مجهوده. فبس انا عايزك تفكر بعقل كده، وتشوف الكلام اللي انا بقوله لك ده. لو انت هتحط نفسك مكاني هتبقى انت زعلان ومتضايق طبعا، ان حد يعمل داونلود للكورس وهو اصلا ببلاش، فاهم؟ يعني مش اللي هو مثلا بفلوس، هو ببلاش. انا بس كل طالب منه ان انت تبقى عن وقتك، يمكن تروح تجيب اجور سبسكريبشن عشان تجرب عليه، عشان تتعلم، عشان تشتغل، عشان يبقى فيه نتيجة، عشان تستمر ان انت تذاكر. وفي نفس الوقت اسمه ايه ده، يعني باقة النت بتاعتك والحاجات دي كلها. بس مش عايزين منك حاجة تاني، ولا عايز من فلوس من حد، ولا عاوز حد يعمل اي حاجة. انت عايز تشير، عايز تلايك، عايز تعمل الكلام ده كله براحتك، ولكن الواتش تايم ده مهم قوي. وفي نفس الوقت برضو الفلوس دي عايز افند بيها، ان انا اهاير حد زي ما قلت كده، اسمه ده يعمل لي يعني، هو اللي يعمل المونتاج. فده عاوز انتشار، وعاوز حاجات كتير جدا، وانا بحاول اعملها بالمحتوى الانجليزي، عشان ما للاسف ولاد بلدي والمحتوى العربي ما يعتمدش عليكم من الاخر يعني، شويه عيال يعني بس. فيعني اتمنى تكون الصوره دي وضحت بدون ما تزعل مني يعني. انا ما اقصدكش انت، ولكن بس اقصد عامه الناس اللي بتعمل حاجه زي كده يعني. يلا، سلام عليكم.